اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معكم منار، يا رب تكونوا بخير. دي بقى قدامكم مربة البلح. طبعا مربة البلح السماني، البلح الاصفر اللي احنا كلنا عارفينه طبعا. زي ما قدام كده ده شكل المربى بعد احنا ما عملناها، كانت جميله جدا، الطعم كان حكايه ما شاء الله. طريقه سهله وبسيطه، اهم حاجه ما نكترش سكر في المربات تبعنا علشان نستطعم بطعم الفاكهه اللي احنا عاملينها في المربى. شايفين منظر ده؟ انا عملت البلح ده على نوعين، قطعته نوع قطعته ونص بقيه البلح سبته كده سليم، البلحه زي ما هي. بجد الفيديو كان جميل، ومربة البلح كانت جميله جدا، روعه بسم الله ما شاء الله، والطعم كان حكايه بجد. انا ما كنتش متوقعه ان هي تطلع بالجمال ده. شايفين لون المربى جميله جدا. انا دقت كده قدامكم، بصراحه كان طعمها لذيذ وجميل ما شاء الله، روعه ما شاء الله. وبدات كده يا رب كده اكون بفيدكم فيديوهاتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل القمر ده اتعمل ازاي. كده احنا معانا البلح، غسلناه غسله كويسه ونشفناه، وطبعا جينا بقى كده حطيناه في بوله، وطبعا هنبدا نعمل بيه. جبنا طبق كبير وطبق تاني وسط. الطبق الوسط ده هنحط في القشر زي ما قلت كده يا حبايبي. جبنا القشاره هنقشر بيها، وهرجع تاني اعمل معاكم بالسكينه. اللي حابب يعمل بالقشاره عشان ما تقدريش في البلح انتوا براحتك. وبدات كده نقشر بالقشاره طبعا، وزي ما قدام كده البلح تقشره كده يا حبايبي. في ناس بشوفها ان هي ما بتقشرهوش، بتعمله بقشرته، لكن هو المستحب في البلح ان هو لازم يتقشر. هو تعب صحيح ومجهود علينا، بس اللي عايز ياكل بقى مربى بلح لازم يقشر البلح علشان طبعا تلاقي طعمه جميل والشكل اجمل ما شاء الله. وزي ما قدام كده يا حبايبي بدات ان انا اجيب الكازلك طبعا واقشر بيه، لان كده انا هحتاج السكينه. هاخد من عند العنق كده هشيله وهظبط الدنيا كده تمام، وهقشر كده كميه البلح دي حبايبي معانا. انا لقيت السكينه اسهل، وعلى قد ما تقدري تطلعي القشره خفيفه عشان ما تقدريش في البلح. انا كده لقيت اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. القشاره مش هتسعف معايا، فمنار قشرت بيها وانا قشرت بالسكينه. خلاص كميه البلح كده وارجع لكم يا حبايبي. كده قشرنا البلح كده، دولت حوالي 3 كيلو قشرناهم. وجينا كده يا حبايبي قطعنا جزء منه، نص البلح حوالي كيلو ونص منه قطعناه على شكل دواير. وفي شكل تاني ممكن تعمليه برده لو انت حاباه بالطول كده، تقسمي البلحه وتعملها بالطول. حاولت ان انا اعمل كذا بلحايه معاكم علشان تعرفوا الطريقتين، 3 طرق. بدأت كده ان انا اقطعه دواير. انا ارتحت للدواير، شكلها اجمل واحلى. وجيت كده جبت البلحه السليمه، حبيت ان انا اعمل الطريقه الثالثه دي معاكم برضو عشان ارجع لكم بقى واحنا مخلصين. وفتحت كده البلحه وبدات ان انا اجيب اللي جواها كده كاني بخليها كده من جوه، علشان لو فيه بذور ولا حاجه. وسبحان الله ما لقيتش بذر خالص في البلح. لو لاحظتوا وانا بقطع على طول ورا بعضه ما لقيتش فيه بذر خالص. انا استغربت يعني بصراحه ما شاء الله. شايفين شكل البلح ما شاء الله، قلبه فاضي ما فيش اي حاجه. حاولت ان اطلع بذور ما لقيتش. طبعا لو فيه النقايه بتاعت البلح هتفتحي من الجنب ده ومن الجنب ده وهتزقيها بالكازلك، هتطلع على طول بسهوله. انا كده خلصت كميه البلح حبايبي زي ما قلتلكم كده. جبت حله تانية عشان احط البلح اللي متقطع فيها شرايح، وبدات ان انا احط على كل حله 3 مجات ميه. طبعا انتوا عارفين ان البلح ده ما بيجيبش سوائل، فانا قبل ما احط السكر واي حاجه، عشان انا مش عايزه السكر يغمق، كل ما يغلى يغمق اكتر، فانا عايزه لون البلح زي ما شفتوا كده في الاول. بدات ان انا احط كل حله مكعب ليمون من اللي انا مفرزاه في الفريزر، ورفعتهم على النار. وكل كيلو ونص عليه 3 مجات ميه رفعتها على النار، غلت ويا دوبك خليت النار وسط، وسبتها مع نفسها تستوي لحد ما يكون على كل حله كوبايه ميه او اقل من كوبايه ميه. وزي ما قدامكم كده رجعت لكم تاني بالمنظر ده. شايفين منظر البلح بعد ما استوى؟ بدات ان انا احط على كل كيلو ونص كيلو الا ربع سكر، يعني الكيلو البلح عليه نص كيلو سكر. حطيت لكل حله، كل حله طبعا فيها كيلو ونص بلح،
حطيت لها كيلو الا ربع سكر، مش بحب اكتر سكر كتير. في ناس بتقول الكيلو بكيلو، كيلو بلح عليه كيلو سكر، حرام كتير، هو نص كيلو كويس خالص على اي فاكهه بنعملها مربى. بدات ان انا اشيل الريم من على وش، الحركه دي مهمه جدا. صحيح هو ما جابش ريم كتير، لكن حركه مهمه لان البلح ما هو زي اي مربى، الريم الابيض ده اللي بتقشيه ده بيكون قليل شويه. ان انا احط بقى معلقه قرفه، شويه قرفه صغننه، كان نفسي احط عود قرفه. طبعا انا ما كانش عندي قرفه عيدان ولا قرنفل عيدان، اضطريت ان انا احط بودره. حطيت شويه قرفه كده صغيره وشويه قرنفل مطحونين، وحطيت شويه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد ملح ليمون. انت هتقولي حطيت ليمون، لا انا حطيت برده ملح ليمون لان انا بحس ان ملح الليمون ماده حافظه للمربى واي مربى. وجيت برضو على البلح التاني، بدأت برضو احط كيلو الا ربع سكر على الكيلو ونص بلح، وحطيت له برضو، وهرجع تاني احط له بعد شويه قرفه وملح ليمون وقرنفل. بدأت برضو كل ما الاقي ريم على الوش كده اشيله علشان تبقى المربى الصافيه وجميله. شايفين المنظر المربى؟ بسم الله ما شاء الله. انا كده هطفى عليها، انا عايزاها كده توصل للمرحله ديت، هطفى عليها كده لان انا مش عايزاها تلدع من تحت. بسم الله ما شاء الله. وطبعا كل ما تلاقيها سخنه هتلاقيها لسه كانها لسه كانها عليها ميه، بس الحقيقه بسم الله ما شاء الله كل ما تبرد كل ما تبص تلاقيها الملمس بتاعها تقل كده معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شكل المربى بتاعتنا جميله وشهي، تحس ان هي عامله زي مربى الفراوله. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بجد الفيديو كان جميل جدا، المربى كانت جميله وكانت ريحتها روعه ما شاء الله. الطعم بقى ما اقولكوش، طعمها كان جميل جدا يجنن ما شاء الله. شايفين؟ كل ما تبرد بتدي لمعه كده جميله ما شاء الله. وهروح كده للمربى التانية هوريها لكم برضو يا دوبك كده، لان المربى التانية كان عليها شويه ميه زياده. بدات ان انا اسيبها برضو على النار. اهم حاجه هنخلي المربات على العين الصغيره، ما تبقاش على العيون الكبيره، ناخد بالنا. واذا حطيتها على العيون الكبيره لازم تخلي نارها تكون هاديه. وكده بدات المربى التانية احط قرفه، شويه قرفه، شويه قرنفل ناعمين، شويه ملح ليمون، وهقلبها كده واسيبها وهرجع لكم بقى تاني بعد ما خلصت بقى وهي بارده. حبايبي نعبها سوا كده. المربى في شكلها وجمالها ما شاء الله بجد روعه، كانت حاجه خيال، والطعم ما شاء الله بصراحه. شايفين جمالها؟ شايفين القوام بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. والله ما حطيت اي جيل عليها، هي كده ما شاء الله بصراحه. معانا بقى البرطمانات، ملحوظه كده لازم تكون البرطمانات مغسوله بميه سخنه او متعقمه بميه دافيه ونشفها كويس، ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، ونبدا نعبي المربى بتاعتنا. شايفين جمالها ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.